بدل خلاله الفريقان سيلا من المحاولات الهجومية سعيا منهم إلى تسجيل هدف السبق، لكن حارسا مرمى الفريقين أبليا البلاء الحسن في أكثر من مناسبة وأصرا على إنهاء الشوط الأول بالتعادل دون أهداف. سيناريو الشوط الأول تكرر في الفصل الثاني، لكن الفرق بينهما اتضح نسبيا لفائدة الفريق البركاني باستغلاله عاملي الأرض والجمهور. محاولات عدة اصطدمت بعضها بالحارس محمدينا، أما اتحاد طنجة انتفض من سباته الدفاعي وتحرك نحو الهجوم واصطدم هو الآخر بحارس آخر اسمه عبد العالي محمدي. احنا كنثقوا في اللاعبين الاخرين اللي دخلوا، قاموا واحد المقابله جيده، عرفنا كيفاش نمتصوا الحماس ديال الفريق الخصم، مش تيقمنا واحد المقابله في المستوى، اللاعبين داروا لا كونسيرفاسيون في المستوى، كنا نسجلوا اكثر من هدف، ولكن التعادل لصالح الفريقين بكل صراحه. تسابق الفريقان إلى هدر فرص التسجيل في مباراة كانت يتيمة الأهداف وتألق فيها حارسان كانا سدا منيعا لكل طامع بالتهديف. علي نفس الكلام اللي تكلمنا على